تلقى منتخبنا الوطني أولى هزائمه في بطولة كأس الخليج العربي، وذلك بعد خسارة أمام نظيره الإماراتي بهدف مقابل هدفين. تفاصيل المواجهة في التقرير التالي. في مواجهة لا تخلو من الصعوبة، دخل منتخبنا الوطني ثاني مواجهاته في البطولة الخليجية أمام متصدر المجموعة الأولى المنتخب الإماراتي، أحد أبرز المرشحين في هذه البطولة. أولى الهجمات كانت إماراتية عن طريق أحمد خليل بعد انفراده بالمرمى ليقف بوجه حارس منتخبنا سيد محمد جعفر بالمرصاد. رد عليه منتخبنا الوطني بفرصة خطيرة بعد كرة عرضية للمهاجم سامي الحسيني، والذي لم يستغل قفلة الدفاع الإماراتي، ليهدر بعدها فوزي عايش فرصة الهدف الأول لمنتخبنا بعد أن أضاع انفرادا تام بحارس المرمى الإماراتي. وقبل نهاية الشوط الأول ب4 دقائق استطاع الإماراتي علي مبخوت من استغلال الخطأ الدفاعي الفادح لمنتخبنا، وبمجهود فردي تسجيل أولى أهداف الأبيض الإماراتي في اللقاء. ولم تكن بداية الشوط الثاني أقل سرعة أو سخونة من سابقه، حيث مارس منتخبنا الوطني هوايته بإهدار الفرص، وكان أخطرها فرصة إسماعيل عبد اللطيف، والذي أضاع هدف يكاد لا يضيع، ليعود بعدها البديل جيسي جون ويضيع فرصة أخرى بعد تسديده كرة قوية كان لها الحارس الإماراتي بالمرصاد. هذا الضغط أسفر عن تسجيل هدف التعادل بعد أن نجح البديل عبد الوهاب المولود من تعديل النتيجة لمنتخبنا الوطني. مولود يلا حط الجول، جول يا سلام يا المولود. بعد الهدف ومن خلال تواصل المحاولات عاد منتخبنا الوطني لإهدار الفرص، وهذه المرة من جيسي جون، وكالعادة برعونة شديدة لم يستغل الفرصة المتاحة، ليكون الرد الإماراتي قاسيا بعد أن استفاد من تقدم لاعبي منتخبنا وسجل الهدف الثاني عن طريق البديل ماجد المهندس. ولم تكن ال5 دقائق الأخيرة كفيلة بتعديل النتيجة، ليخرج منتخبنا كعادته مخيبا لآمال الآلاف من الجماهير التي حضرت لمؤازرته قبل بداية المباراة بساعات.